ده اوعي تفكري ترميه ولا تفرطي فيه، عمرك ما هترميه بعد كده ابدا. النهارده هنعمل بيه عمايل ونسوي الهوايل. تعالي مع ماجي، مش هتكوني خسرانه ابدا. ده مش هترميه بعد كده ابدا. تعالي نشوفه ماجي هتعمل لنا بيه ايه النهارده. يلا بينا يلا بينا. هتكوني محضره يا حبيبه قلبي كيلو مكرونه سباكيتي. هسلقها طبعا في السليق، هحط ملح بس. بعد ما اسلقها هصفي ميتها. هكون محضره كمان نص بانيه. نص بانيه هقطعه شرايح رفيعه كده. هو طبعا انا جايباه جاهز من عند الراجل شرايح، بس انا هقطعه شرايح بالطول. وهكون محضره كمان فلفل الوان، اخضر اصفر احمر. طبعا البانيه انا غسلته ونقعته في المحلول بتاعه الليمون والدقيق، وصفيته وشطفته كويس جدا. بعد كده قطعته. هنا الفلفل بردك هقطعه شرايح طويله كده رفيعه. وهكون محضره 3 4 بصلات، هقطعهم بردك قطع صغيره. هنا بعد ما قطعت الفراخ بقى، الفراخ البانيه شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين كده، وكمان قطعت البصل. وهنا الفلفل بردك الاخضر والاحمر قطعته شرايح بردك بالطول. وجايبه معايا هنا زيتون مخلي، وكمان جايبه ده عارفين ده ايه؟ ده المشروم. المشروم يا جماعه قيمته الغذائيه عاليه جدا، يا ريت تحطوه في بعض اكلاتكم لان فعلا مفيد جدا جدا جدا. النهارده هنحطوه في الاكله بتاعتنا وهنشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى ايه. يلا بينا يلا بينا حبايبي. هجيب بقى يا قلبي طاسه، هنزل بيها بحته زبده، وهنزل عليها بالبصل. البصل هديله تشويحه كده لغايه ما يدبل. هكون محضره الفراخ البانيه، هنزل بيها بردك مع المشروم. وهنا هشوح البانيه مع المشروم، وهحط له التوابل بتاعته. شوفي بقى التوابل بتاعتك انت. انا هحط له فلفل اسمر، مرقه، جوز الطيب، ملح، ايا كان البهارات اللي انت هتحطيها حطيها بقى يا قلبي. وهقلبها لغايه ما تتشرب السوائل بتاعتها. وبعد كده هنزل بالزيتون والفلفل، وبرضك هديله تشويحه لغايه ما يتشربوا كده يا قلبي. هجيب بقى الكنز بتاعنا النهارده اللي احنا بنرميه. هو ده القوام اللي انا عايزاه بعد ما ضربته. هنزل بالكيس التاني. بصي يا حبيبه قلبي، ده تقل. بصي وانتي بتضربيه حسيتي ان هو مش ماشي معاكي شويه، حطي له بقى ميه، حطي له ربع كوبايه ميه كده ولا حاجه اهو، زي ما انت شايفه كده. هو ده القوام بتاعه. يلا بقى لو نعمله كنت بشاميل. بترمي اللبن يلا الرايب، قلبي. اوعي من هنا ورايح ترميه يا قلبي، استغليه يا حبيبه قلبي، مفيش حاجه بتترمى دلوقتي. هتعالي بقى نعمل بشاميل. انا هنا حطيت 4 معالق زبده على 4 معالق دقيق، هديهم التشويحه طبعا لغايه ما يصفروا. وهنا المقطع بتاعي اتقطع، طبعا انا حطيت عليه اللبن الرايب اللي انا ضرباه في الخلاط. وهنزل بيه بالتدريج كده لغايه ما يلف معايا يا قلبي. وهنا هنزل بقى بالمرقه بتاعتي، وهنزل بجوز الطيب، وهنزل بملح، وهنزل بفلفل اسمر. ما انتي لازم كده تبهري فاهماني البشاميل بتاعك كده عشان يطعم لك المكرونه. وده التقل اللي انا عايزاه. هجيب بقى المكرونه بتاعتي، هنزل عليها بردك بحبه بشاميل عشان يربطولي المكرونه. وهجيب الصينيه بتاعتي، هنزل فيها بحبه بردك بشاميل في الارضيه. وهبتدي احط نص المكرونه في الارضيه وافردها يا قلبي. وهحط الحشوه بتاعتي بقى اللي هو البانيه والمشروم والفلفل. وبعد كده هنزل بالجزء التاني، وهحط بقى يا قلبي عليه البشاميل.
بصي شبعيه كده، تخلي المكرونه متشبعه كده بالبشاميل بتاعي. وبعد كده دخلته في الفرن زي ما انت شايفه كده ابتدى يحمر. مش قادره اقولك على ريحتها وجمالها. تعالوا بقى نقطعه صينية المكرونة العسل دي. يا جماله يا جماله. رحيم. شايفين البشاميل؟ شايفين الجمال؟ طعمها روعة روعة روعة. ألف هنا وشفا ليكم.